يشرفنا تشتركونا في القناة وضغط اللايك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقائي؟ غير حياتك قبل شهر رمضان المبارك. إذا كنت مقصرا في صلاتك فابدأوا من الآن، وعاهد الله أن لا تقصر في صلاتك مهما كان السبب. لا نعلم متى يتوقف قلبنا عن النبض ونرحل عن الحياة. إذا كنت من المدخنين اسأل الله أن يصرف عنك هذا الأمر واتركه لله، والله سوف يعوضك خيرا. إذا كنت مخاصما لأخيك أو قريبك أو قاطع للرحم لآني أفتح هاتفك وأرسل له رسالة وكن خيرا منه وأبدأه بالسلام، اعمل هذا الأمر لله. إذا كنت من أصحاب المعاصي الخفية فانتبه لنفسك وتب إلى الله، وعاهد الله أن لا تعود والله سوف يعينك ويكرمك. إذا كنت من أصحاب الأموال تصدق غدا على فقير أو يتيم أو عائلة لا تجد طعام لأطفالها ولك الأجر والثواب عند الله. فضل تفطير صوام. قال ابن تيمية رحمه الله: إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. مجموع الفتاوى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبز وزيت عند سعد بن عبادة ثم قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر صائم شيء. سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: حديث من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص، هل المقصود بصائم الفقير أو يدخل في هذا الأقارب والأصدقاء؟ وهل صيام التطوع فيه نفس الأجر إذا فطر صائما؟ فأجاب بقوله: الحديث عام يعم الغني والفقير والفرد والنفل، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. مجموع فتاوى ابن باز. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ورد في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر صائم شيئا، فهل يكفي في ذلك تقديم الماء والتمر فقط؟ فأجاب بقوله: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقيل: المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة، وقال بعض العلماء: المراد أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم في ليلته، وربما يستغني به عن السحور. ولكن ظاهر الحديث أنه إذا فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصوام بقدر المستطاع، لا سيما مع حاجتهم وفقرهم.